ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض كيكة التايجر بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهشة جدا كده وطرية وجميلة، واتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. يلا بينا مع بعض يا حبايبي نشوف الطريقة والمقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا النهاردة في مطبخ مروة الشربيني، وان شاء الله زي ما احنا متعودين مع بعض دايما بنعمل مع بعض كل حاجة ببساطة وبسهولة. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيكة التايجر بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ويلا بينا يا حبايبي نسمي الله ونقول المقادير. بس يا ريت يا حبايبي قبل ما ابدا الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك يا حبايبي، عشان اللايك مهمة جدا. يلا بينا نسمي الله ونقول مع بعض المقادير. معايا هنا يا حبايبي معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ونخلهم كويس عشان ما يبقاش فيهم تكتلات. ومعايا هنا طبعا يا حبايبي الفانيليا اللي بنستخدمها، الفانيليا السايلة. ومعايا هنا يا حبايبي كوباية ونص من السكر، لو حبها محلية يعني هتحط كوبايتين سكر، بس انا بحب يعني السكر بتاعها مظبوط فاحط كوباية ونص من السكر. ومعايا هنا يا حبايبي كوباية من الزيت، وحط عليها معلقة كبيرة من السمنة تديها طعم حلو. ومعايا هنا يا حبايبي كوباية لبن. ومعايا هنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ومعايا هنا معلقة كبيرة من الخل. وهنا يا حبايبي معايا 3 كوبايات من الدقيق، اللي هو كوبايه زي كده المج ده بتاعنا بعاير بيه كل حاجه. 3 مجات من الدقيق ونخلهم 3 مرات. لازم يا حبايبي ان احنا ندخل الحاجه كويس جدا عشان تدي نتيجه هايله. ومعايا هنا كيس بيكنج باودر اللي هو حوالي 16 جرام. تمام كده يا حبايبي. اول حاجه هنعملها معايا هنا درق الخلاط. لو انت حابه تستخدمي المضرب الكهربي براحتك. هنحط اول حاجه يا حبايبي هنحط اللبن، نحط كوبايه اللبن. تمام كده يا حبايبي، اول حاجه عملناها حطينا كوبايه اللبن. هنحط مع اللبن يا حبايبي السكر، كوبايه ونص من السكر. يبقى نحط المكونات السائله كلها مع بعض، هنحط السكر واللبن. ننزل كميه السكر دي اللي موجوده معايا. يبقى انا يا حبايبي دلوقتي حطيت السكر واللبن، وهحط الزيت ومعاه قطعه السمن اللي احنا حاطينها او زبده براحتك، وهنخلطهم كويس في الخلاط. بس انا هفصل يا حبايبي عشان صوت الخلاط ما يزعجكوش يعني، وهرجع لكم تاني. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا خفقت في الخلاط الزيت وعليه قطعه السمن واللبن والسكر، خفقناهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده يا حبايبي هنحط البيض، بس هنحط عليه معلقه كبيره من الفانيليا السايله عشان ريحه البيض يعني. بس معلقه مش هملاها قوي يعني عشان الفانيليا دي خام. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ممكن تحط برضو معلقه صغيره. تمام كده يا حبايبي، هنحطهم وهنخفقهم كويس. وبعد ما نخفقهم كويس يا حبايبي هنحط في معلقه الخل في الاخر. تمام كده يا حبايبي، هخفق وارجع لكم تاني. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا خفقت البيض والفانيليا، وهحط في الاخر معلقه الخل اللي موجوده معانا. طبعا معلقه الخل دي مهمه، بتخلي الكيكه بتاعتي هشه وطريه عامله زي القطن كده وجميله. هخفقهم كويس وهنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا خفقت المكونات كلها ما عدا الكاكاو الخام، سايباه دلوقتي مش هنستخدمه دلوقتي. هنعمل ايه؟ معايا هنا يا حبايبي بوله زي ما انتوا شايفين كده، هنفضي فيه الخليط بتاعنا. هنفضيه كويس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ونحاول ننزل اي حاجه موجوده عندنا في الخلاط يا حبايبي عشان المقادير تطلع معايا مظبوطه. ننزل اي حاجه موجوده معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين فضينا الخليط بتاعنا. هنعمل ايه يا حبايبي؟ معايا هنا زي ما قلت 3 كوبايات من الدقيق، ونخليهم كويس 3 مرات. لازم ندخل الدقيق يا حبايبي عشان يدينا نتيجة حلوة. طبعا هنا انا معايا كيس بيكنج باودر حوالي 16 جرام، هنحط كله كده زي ما احنا شايفين على ال3 كوبايات من الدقيق اللي هو المج اللي احنا استخدمناه ده. هنحط منه دقيق، وهنحط يا حبايبي رشة ملح، ذرة ملح بسيطة مش كتير، ذرة ملح. يعني هي سنة الملح ان احنا نحطه على الحاجة سنة، وبيظبط معايا
طعم الكيك او اي حلويات بنعملها، او اي حاجة يعني في المعجنات سنة ان احنا نحط فيها ذرة ملح. تمام كده يا حبايبي. هنعمل ايه بقى؟ هننزل الدقيق دوا معانا على الخليط بتاعنا واحدة واحدة، مش هنكبه مرة واحدة. تمام كده يا حبايبي. هنحوش الاسباتولا دي او المعلقة، وهننزل يا حبايبي بالدقيق اللي معانا واحدة واحدة، يعني هكب كده شوية شوية واخفق فيه، يعني ما كبوش مرة واحدة، ممكن نكبه مثلا على مرتين او على 3. تمام كده يا حبايبي. معايا هنا المضرب السلك العادي خالص، وهخلط بيه ونخلط في اتجاه واحد، نخلط المكونات كويس، يعني نخلط دول شوية ولما يمتزجوا مع دول هنحط الباقي. نحط الباقيين يا حبايبي، بس مش هحطهم مرة واحدة برضو، يعني هنحط شوية شوية زي ما احنا شايفين كده تدريجيا، يعني نكب الدقيق واحدة واحدة عشان يختلطوا كويس، وهنخفق فيهم كويس برضو في نفس الاتجاه اللي بدأت فيه عشان ندخلها هوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا حبايبي. طريقتها سهلة وبسيطة، وان شاء الله النتيجة بتطلع معانا جميلة جدا ومضمونة وهشة جدا. هنحط بقية الخليط اللي معانا اللي هو الدقيق ده يا حبايبي، ونخلطهم كويس. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا خفقت الخليط اللي معايا، طبعا هو قوامه زي كده. ومعايا هنا برضو حط على جنب يا حبايبي ربع كوبايه لبن، عشان لما احط الكاكاو الخليط هيتقل معايا، فلو احتجت يعني لو لقيته تقل معايا هزود شويه لبن. تمام كده. هنقسم الخليط ده معايا في البوله دي يا حبايبي كده، هنقسمه بالنص عشان هنحط شويه من الخليط عليهم كاكاو، والشويه التانيين هنخليهم لونهم ابيض كده يا حبايبي. نحاول نلم الحاجات اللي موجودة معانا في البولة كده يا حبايبي عشان تبقى المقدار متساوي معايا. حاول يعني اسويهم. نحاول نشوفهم قد بعض ولا لا. نحاول نخلي عينينا كده ميزان للحاجة، يعني احنا نشوف بعينينا الحاجة متساوية ولا لا. يعني كده بتهيألي ان هما يعني متساويين شوية، او هنا عاوزة شوية من هنا كده، ناخد شوية كده نحطهم على دول عشان يبقوا قد بعض. تمام كده يا حبايبي. هحط بقى الكاكاو الخام اللي معايا دول معلقتين كبار او 3 معالق كبار، هنحطهم على الخليط بتاعنا وهنقلبه. طبعا هو يحتاج لبن لان الكاكاو بيتقل العجينه معايا، لو ما احتاجتش خلاص احنا هنخلطهم كويس. طبعا زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي انا حطيت الكاكاو وخلطته كويس، الخليط تقل معايا، هزود شويه لبن واخلطهم كويس. يعني انا ما حطيتش الربع كوبايه كله برضو، يعني انا حطيت نص الربع كوبايه عشان الخليط يعمل معايا يفك معايا عشان هو جامد خالص. ونقلبه بالشكل ده يا حبايبي عشان ما يبقاش جامد معايا، عشان يبقى الخليط الاتنين زي بعض، يعني لان الكاكاو بيتقل العجينه. طبعا يا حبايبي هحط بقيه ربع الكوبايه على الخليط ده عشان يبقوا الاتنين نفس الخليط، يعني نفس السمك، وهنقلبهم كويس وهنشوف هنعمل ايه يا حبايبي دلوقتي. طبعا يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده انا جبت صينيه مقاس 26 وهدهنها بالزيت كده، وندهنها من الحواف برضو عشان ما تلزقش معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنعمل ايه بعد كده يا حبايبي؟ معايا هنا كبشه، وانت لو عندك اي حاجه بوز، هتحط بيها، انا هحط بالكبشه. هنحط اول حاجه يا حبايبي كبشه كده من الخليط الابيض، بس نسوي الكميه يعني كده. هنحط كده يا حبايبي كبشه من الخليط الابيض، يعني احاول انزل كده بالمعلقه اللي موجود في الكبشه بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا حبايبي. طيب هنسيب الكبشه دي يا حبايبي كده وهنجيب واحده غيرها هنحط من الخليط اللي فيه الكاكاو. تمام كده يا حبايبي
بنحط كبشة من الابيض وكبشة من البني، وهنمشي بنفس النظام ده يا حبايبي. هنكمل بقية الصينية. طبعا انا هكمل بقية الكمية كده وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده احنا حطينا الخليط في الصينية، بقينا نحط زي ما شوفنا كبشة من الابيض وكبشة من البني اللي هو الشوكولاتة. ومعايا هنا خلة يا حبايبي بتاعت الشيش طاووق او اي سكينة لها سن رفيع تعملي بيها. هنعمل ايه يا حبايبي؟ هنعمل كده، نعمل لها شكل يعني، وارجع تاني من هنا برضو ونيجي بالشكل ده. هنعمل لها اي اشكال يعني، نيجي هنا برضو كده ونعمل لها كده. تمام كده يا حبايبي، ونفس الشكل برضو كده. تمام زي ما انتوا شايفين كده. يا رب الصورة تكون واضحة ليكم. هناخد الاول من بره وبعد كده هناخد من هنا من جوه كده ونرجع تاني بالشكل ده. ناخد من هنا برضو ونعملها بالشكل ده، نعملها شكل حلو يعني. طبعا طريقتها سهلة وبسيطة وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنعمل ايه يا حبايبي دلوقتي؟ طبعا انا مشغله الفرن قبل ما ابدا معاكم على درجه حراره 180. هنحطها على الشبكه، هتاخد معايا حوالي نص ساعه. طبعا لازم نشغل الفرن قبل ما نبدا في ان احنا نشتغل في الحاجه عشان الفرن يحقق درجه الحراره اللي احنا عاوزينها. هنحطها دلوقتي على الشبكه وهتاخد معايا حوالي تلت ساعه ونص ساعه وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما الكيكه بتاعتنا استوت. طبعا هي خدت معايا في الفرن حوالي نص ساعه. ولما لما استوت ما فتحتش عليها الفرن على طول يعني، فتحت فتحه صغيره وسبتها شويه عشان زي ما قلنا قبل كده الهواء يدخل لها تدريجيا واحده واحده، ما تطلعش مره واحده للهواء البارد وتتصدم وتهبط. طبعا وجميله جدا وهشه وطريه زي ما انتوا شايفين كده، وشكلها جميل جدا وهشه كده وطريه وجميله. واتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.